العاشرة تماما بتوقيت أسمرة. إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء مستهلة إياها بالعناوين. إريتريا تشارك في مبادرة الحملة الخضراء السعودية. إصابة 28 مواطن بفيروس كورونا. إشادة بالمشاركة الشعبية في التنمية في إقليم القاش بركة. البرتغال تقرر إرسال عشرات الجنود إلى موزمبيق. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات. وزعماء العالم يدعون إلى معاهدة دولية بشأن الأوبئة. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. قابلت إريتريا برغبة كاملة دعوة المملكة العربية السعودية للمشاركة في مبادرة الحملة الخضراء. وبحث الرئيس سياس أفورقي مساء أمس الاثنين 29 من مارس باستفاضة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان عبر الهاتف بشأن الحملة الخضراء وأهدافها. وتشمل الحملة الخضراء السعودية الحد بدرجة كبيرة من انبعاث الكربون والتشجير الواسع لتنمية القطاع النباتي ومكافحة التصحر. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 30 من مارس في مراكز العزل في أقاليم الجنوبي وعنسبة والقاش بركة وجنوب البحر الأحمر إصابة 28 مواطن بفيروس كورونا. وكانت 21 إصابة في الأقليم الجنوبي، 9 في صنعفة و7 في عدخالة و3 في مندفرة و1 في طورونا و1 في دباروة. وكذلك 3 في كرن في أقليم عنسبة و2 في أقليم القاش بركة، 1 في بارنتو و1 في أديبرة و2 في عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 36 مريض كورونا، 30 من الأقليم الجنوبي و6 من الأقليم الأوسط كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3279، شفي منها 3029 ووفاة 9 مرضى، ولا يزال 241 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 30 من مارس 2021. أشاد حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حروي بالمشاركة الشعبية القوية في برامج التنمية والبنى التحتية. وأوضح السفير محمود حروي لدى تفقده بناء طريق بارنتو شامبوكو بتنسيق شركة بدهو ومشروع الدهالو، أوضح أهمية المساهمة والتشجيع الذي يقوم به الشعب إلى جانب جهود المهنيين لإنجاز العمل حسب الجدول الزمني المحدد. وتلقى حاكم إقليم القاش بركة في الزيارة توضيحا من القائمين على العمل حول أعمال الإنشاءات العامة للطريق وتحدياتها، موضحين السير الجيد للعمل بالآليات الثقيلة لإنجاز أعمال التحسين وتقديم الخدمات الجيدة للطريق الذي يعتبر جزءا من خط بارنتو مندفر الوطني. وقال مدير مديرية شامبوكو سيد كحسي أسرات إن رداءة الطريق كان يصعب خدمات المواصلات من وإلى شامبوكو بارنتو، وأن مبادرات التشجيع التي يقوم بها السكان والإدارة تعكس الارتياح الكبير الذي خلقه. وأكد حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حروي على عمل إدارة الإقليم لتجاوز تحديات العمل الذي يزيل المصاعب ويسهل من حياة المواطنين. قدمت وزارة الزراعة الفراخ بأسعار مناسبة ل 239 أسرة في مديرية غردات لتطوير تربية الدواجن وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين. وقد تم تقديم الفراخ بسعر 15 نقفة للواحدة، وحسب الطلبات تقدم حتى 25 فرخة للأسرة.
وأوضح مسؤول تنمية الدواجن والنحل في المكتب الشاب كوخاب فتوم أن هذه الفراخ تبيض في عمر 5 أشهر وتستمر الإباضة حتى 18 من عمرها. وقال منسق برامج الثروة الحيوانية في مديرية غردات السيد عثمان محمود إن عملية توزيع الفراخ تأتي في إطار برنامج التدابير المنزلي، داعيا متلقي الفراخ القدوم إلى مكتب وزارة الزراعة في حال حدوث مصاعب ونواقص في تربية الدجاج. تساهم عيادة هيمبول قجاج في مديرية كركبة بدور مشهود لضمان الصحة العامة وخاصة رعاية الأمومة والطفولة. وأوضح الممرض مدهني قبراي من العيادة أن العيادة وإلى جانب الخدمات الصحية المنتظمة تقوم بأنشطة التوعية الصحية لتشجيع التحاليل الطوعية ومكافحة الأمراض المعدية وإحداث تغيير في العادات، داعيا لتطوير العيادة بمعدات التحاليل الطبية لتلبية الطلبات المتزايدة مع ازدياد السكان. وأعرب السكان عن ارتياحهم للخدمات الصحية المقدمة والخدمات الأخرى. وتقدم عيادة هيمبول قجاج الخدمات ل8 قرى ضاحية يكارح بالإضافة إلى منطقة حواغو في مديرية غردات وإيرا في إقليم عنسبة. قام سكان قريتي أبا سلامة ومندفرة في ضاحية مندفرة في مديرية عد قيح بنفير لضمان توفير مياه الشرب. واشتمل النفير على إزالة الطميم من الحفير وبناء المدرجات والحواجز المائية. وأوضح مكتب وزارة الزراعة في المديرية أن امتلاء الحفير بالطمي حالة دون القيام بالأنشطة الزراعية المروية، وأن العمل الجاري يضع في الاعتبار التنمية الزراعية. كما يقوم سكان زربين في مديرية عرزة بنفير لحل إشكالية المياه للشرب والزراعة. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء للصعيد العالمي، يبقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلن وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا أن بلاده قررت إرسال 60 جنديا إلى موزمبيق بعدما شن مقاتلون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية هجوما على بلدة رئيسية في شمال مستعمرتها السابقة. وقال سانتوس سيلفا في مقابلة مع قناة RTV التلفزيونية الرسمية إن فريقا من نحو 60 جنديا برتغاليا سيتم إرساله إلى الأرض في الموزمبيق خلال الأسابيع المقبلة. وأفاد أنه سيدعم الجيش الموزمبيقي عبر تدريب قوات خاصة. وفي تصعيد كبير للتمرد الذي بدأ عام 2017 هاجم جهاديون بلدة بالما شمالة الواقعة على بعد 10 كيلومترات فقط عن موقع مشروع غاز تقدر كلفته بمليارات الدولارات. وأعلنت الحكومة الموزمبيقية مقتل العشرات، ولا يزال آلاف النازحين يبحثون عن أقربائهم وعن مأوى لهم حول بالما وفق مصادر إغاثية بعد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية سيطرتها على المدينة في شمال موزمبيق. ومنذ أكثر من 3 سنوات يهاجم جهاديون المنطقة الفقيرة الواقعة عند الحدود مع تنزانيا. نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤول ردا عن تقرير إعلامي أمريكي يفيد بأن طهران ستقدم اقتراحا جديدا لبدء المحادثات إن إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% قبل أن ترفع الولايات المتحدة جمع العقوبات. ونقلت قناة PRTV التلفزيونية عن مسؤول إيراني كبير قوله أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إلا إذا رفعت الولايات المتحدة جميع العقوبات على إيران أولا. وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إشراك إيران في محادثات بهدف استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق الذي تم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لجعل تطوير سلاح نووي أكثر صعوبة.
دعا قادة أكثر من 20 دولة إلى اتفاق عالمي جديد لمساعدة العالم في الاستعداد للأوبئة في المستقبل. وجاء في رسالة مشتركة وقعها قادة من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن كوفيد شكل أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية. وأضافوا أن الوباء أثبت أن لا أحد في مأمن إلا أن يصبح الجميع آمنين. نشرت الرسالة في صحف عالمية وقال الموقعون عليها إن توقيع معاهدة مماثلة لتلك التي وقعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية بات ضروريا لبناء تعاون عبر الحدود. وتأتي ما قال القادة المشتركة في أعقاب الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اللقاحات بعدما أدخل الاتحاد ضوابط تصدير أكثر صرامة على اللقاحات المنتجة هناك. وحذرت بريطانيا ومنظمة الصحة العالمية من الحصار بينما ألقى الاتحاد الأوروبي باللوم على شركات الأدوية خاصة أسترازينيكا لعدم توفير الجرعات الموعود بها، فيما تنفي الشركة عدم التزامها بعقودها. والخبر الأخير في هذه النشرة: ذكر تقرير لجنة السياحة لمنطقة العاصمة الفرنسية باريس أن الأزمة الصحية قد حرمت باريس ومنطقتها من عائدات قدرها 15.5 مليار يورو العام الماضي بسبب انهيار غير مسبوق لزيارات السياح الأجانب. وتراجع عدد السياح في باريس المعتاد على أعداد قياسية في 2020 بنحو 33.1 مليون سائح مقارنة بالسنة السابقة. وعانت العام الماضي شأنها في ذلك الشأن كل الوجهات الرئيسية من انهيار غير مسبوق للطلب واعتماد قيود معممة على السفر. وقالت اللجنة إن القطاع الفندقي أصيب بالصميم بسبب غياب النزلاء من رجال الأعمال والسياح الأجانب، وقد أغلقت الكثير من الفنادق أبوابها، وأسفر ذلك عن تراجع بنسبة 68% في إشغال غرف الفنادق في 2020 مقارنة بالعام 2019. ختام النشرة، إلى اللقاء.